والناس اللي جم في الاربعينات وبيشتغلوا. انا بحترم المعسكرين، المعسكر القديم والمعسكر الجديد. المعسكر القديم هو اللي بنى الشركه، والمعسكر الجديد بيجي بتكنولوجي تكمل التكنولوجي بتاعت المعسكر القديم وينسقوا مع بعض ويكملوا بعض ونطلع بانتاج كويس ان شاء الله. الانسان اللي بيشتغل لازم ياخد حافز ولازم يحس ان الشركه مقدراه وخايفه عليه. وانا اسلوبي في الاداره ان انا بحب الاول اشوف انتاج وادي حافز، وفي نفس الوقت احب دايما اقدر الناس اللي بتشتغل معايا، واحب لما يكون في كونفليكت اداري هم يحلوه ويعرضوا عليا الحل وانا اقرر. ونبقى تيم واحد وقلبنا كلنا على بعضينا. والاداره اللي بتبقى قلبها على بعضيها بتنجح. الاداره اللي بتبقى مفككه وفي ما بينها وبين بعض مشاكل وخلافات على اللونج ران وممكن على الشورت ران ما تنجح. فانا طبعا اول مره اتعرف عليكم في الظروف زي دي، وانا سعيد جدا ان انا قعدت معاكم، وان شاء الله نعمل الحفلات دي كتير ويبقى فيها نوع من انواع التقدير المعنوي، ولازم كمان يبقى في تقدير معنوي. وبشكركم جدا على يعني حسن استقبالكم وضيافتكم، وربنا يعلم انا في قلبي ايه ناحيتكم وبحبكم، لان انا برضه ابن كار زيكم، 30 سنه خبره اي تي واتصالات و6 سنين كنت شغال في مصرية المطارات، ودي على نظم معلومات. دلوقتي يا جماعه انا بعمل بحضر دكتوراه بس الدكتوره هي المحافظ بقى. المهم ان شاء الله يعني المطار هنا في اجزاء كتير جدا محتاجه شغل كتير. وصراحه المهندس ابراهيم محرم مش افضله عليا انا بس، افضله على المطار كله والناس كلها من قلبه ومن ضميره ووجدانه، لان الراجل ده صاحب صاحبه. بمعنى ايه؟ اي حد منكم بيتعرض لاي مشكله هتلاقي ابراهيم محرم في حياته. من غير ما يطلب منه، من غير ما حد يقول له تعالى حل لنا المشكله دي. عشان كده الراجل ده المطار يعتقده حقيقه، ونفسي يكون حد منكم يبقى في نفس مستواه، مش عشان هو اخويا وصاحبي وحبيبي وجالي المانيا وانا كنت عايز اوديه المستشفى ويلبسني ورجعني البيت تاني بعربيته. لا، الموضوع ان الصداقه اللي بيني وبينه اكثر من 30 سنه. يعني انا اعرفه يعني عشت عمر بحاله هنا في المطار، لما قعدت في المطار من سنه 81 لحد السنه اللي فاتت. كان من الرجال الكويسين. ايه يا عم الحاج؟ حد ورايا بسجل عايزين نشوف صور عشان نبقى معروف. فالراجل ده راجل حر، كلامه من دماغه وقلبه في نفس الوقت. وانت وقت الجهاز شويه لو سمحت مش عايز حد يتكلم. اتفضل يا باشمهندس. فده من الناس اللي اتعلمت على ايد المهندس بيومي. اول ما جه شاف الناس دي وعلمه المهندس ابراهيم الطويل، ناس اساتذتنا كلنا، والمهندس سمير طبعا مش غيره، وزمايلنا ابراهيم الدمرداش سيد حنفي والجماعه دول كلهم. بس في الاول المهندس بيومي ده قيمه انسانيه قبل ما يكون هو كان صديقنا وعلمنا ازاي نحافظ على كرامتنا قبل كل شيء، ان المكان ده مكان اكل، مش اكل عيش بس، ده مكان الصداقه والحب والمحبه بيننا وبين بعض كلنا. احنا والسويتش اخواتنا وبناتنا الصغيرين والكبار من احسن الناس، وعرفنا ان احنا لازم نعمل صداقات مع الناس كلها وكل الادارات. ما نغلقش على نفسنا، لان الغلق على نفسك وانت قاعد بيسيب لك او بيسبب لك نوع من الضيق بس عبد الرحمن عايز يتكلم. بس فالمهندس بيومي انا اتكلم عليه على اسمه قيمه انسانيه قبل ما يكون قيمه فنيه، والناس اللي علمتنا ازاي نحافظ على كياننا في المطار لمده 30 سنه. علمنا منه الاصل الطيب، وان احنا نقول اللي في قلبنا. اتفضل يا باشا. ما نقدرش ننكر ناس افاضل اللي هم سبقونا، اللي هو الناس بيكون بعديه المهندس سمير سويلم او المهندس ابراهيم الطويل
الناس دي علمتنا كتير يعني الصراحه. ونتمنى ان المهندس سعيد شحاته ياخد المكان بتاع المهندس ابراهيم محرم في الاداره ويلتزم ويكون زيه على نهجه ويمشي على طريقه. يعني الموضوع ما فيهوش كبر ولا كبرياء، انا ما بحبش المغرور ولا الحد كده. ممكن يتغلب المكان اللي هو قاعد فيه، ممكن يمشي على الخطه اللي احنا ماشيين عليها. محدش يقول له كلام ويمشيه، لازم هو يكون ويحب الناس عشان الناس تحبه. ولا يا باشمهندس ابراهيم؟ معايا؟ طب تكمل ممكن؟ السلام عليكم ورحمه الله. طبعا انا بقالي كام يوم بحاول احضر كلمه اقولها، وانا معروف عن عمي ان انا في الكلام والمذاكرات والحاجات دي انا يعني لاول مره اقف عاجز على ان انا اقول اي كلمه، لان طبعا وجود اساتذتي والمعلمين بتوعي واخواتي وحبايبي موجودين معايا في هذا المكان ده كفايه في حد ذاته بيعبر عن اي كلمه انا ممكن اقولها. فانا اللي اقدر اقوله ان انا بشكركم جميعا وبحييكم جميعا، ونصيحه واحده بس اقولها بهذا الموضوع للناس كلها: حبوا بعض، وقفوا مع بعض، الكراسي بالزول، مفيش حد قاعد على طول، ولكن الناس تحب بعضيها، تبقى قلبها على بعضيها. والمكان ده كلنا الحمد لله لحم كتافنا من خيره واثروا علينا كلنا، وطبعا ما ننساش فضل الناس اللي قبلينا، ونقول ربنا يوفق الباقي، وربنا يكون في عون اللي هيشيل المسؤوليه بعد مني، وربنا يوفقه ويكرمه. ومتشكرين جدا يا جماعه على كل حاجه. على سبيل السلامه اهم حاجه، واللي يطلع يجي بعد كده ويهدي روحك وتبعد عن الطيران شويه والمنتسيات اهم حاجه. زي ما ده اخصائي ولا دوحه حبيبي يا مهندس، مش هتقول كلمه ولا ايه؟ مش هتقول كلمه؟ معكش البانر ولا ايه؟ ما اثبتش وجودي عندك؟ لا والله. ازاي انت عارف؟ يشير له حاجه طبعا يقسم في الاخر. ازيك يا عم مجدي؟ عقبال ليلتك يا حبيبي. شباب، حد يشيل الزيادات انتوا اللي واقفين. حد يشيل الزيادات انتوا اللي واقفين. اللي واقفين ورا محمد. يا ممدوح. ممدوح. الزيادات دي عشان انتوا اللي واقفين.
الزيادات فاهمني اللي موجوده ادي اللي واقفين ورا يا ابراهيم. ساعة 18 دقيقة مقصورات. لا بقول لك يعني احمد عز لا ما تنفعش. احمد عز في زياده